السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا احلى متابعين في الدنيا؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله هنخزن الخبيزه ازاي. الخبيزه ديت جميله جدا جدا، في معظم الناس مش عارفينها ومش عارفين ممكن ان هي تكون بتتخزن او هتطلع حلوه مش هتطلع حلوه بعد التخزين. لا، هي بتتخزن بتكايه صغيره خالص هنضيفها. الناس بتوع زمان كانوا بيعملوها، فمعظمنا ممكن يكون مش عارف التكايه اللي احنا هنضيفها فيها. ان شاء الله هنخزنها. انا كنت مخزناها الشتاء اللي فات، وطبعا هي بتطلع في شهر 1 و2. يعني انت لو عايزه تخزنيها بتخزنيها من دلوقتي. هي رخيصه دلوقتي جدا، يعني هي اول ما طلعت كانت ب10 جنيه الكيلو دلوقتي، وبعد كده اصبح بقت الكيلو ونص ب10، دلوقتي الكيلو ب5، يعني الاتنين ب10. والكيلو ونص كمان ب5. فهي مش هتنزل عن كده خلاص، هي مش هتنزل عن الكيلو ونص. فانت لو عايزه تبداي تخزني من دلوقتي، لان خلاص على الشهر الجاي مش هتلاقيها. الناس اللي هي بتحب الخبيزه اللي انتوا شايفينه ده السلق، احنا بنضيف لها السلق والكزبره. وكمان في حاجه خالص احنا هنتكلم فيها في البدايه خالص. بدايه التقطيف بتبقى عباره عن زي ما انتوا شايفين كده. الخبيزه بتبقى عباره عن ورده زي ما انتوا شايفين كده. فاحنا هنقطفها ازاي؟ بصوا معايا كده، احنا حاطين السلق كده على الوش. تعالوا بصوا، انا سايبه معايا واحده هنا عشان اقطفها معاكم. بدايه كده لازم تكون الخبيزه لونها اخضر زي ما انتم شايفين كده. بلاش الورقه اللي هي بتبقى مصفرة، وبلاش الورقه اللي هي بتبقى مقطعه، يعني ممكن تكون خضره زي ما انتم شايفين كده ومخرمه بس كده. دي بلاش منها برضو، مش هتبقى حلوه. في ورقه ممكن تكون خضره والاطراف من هنا بتبقى صفرة خالص، برضو ما فيش منها، بلاش منها. يعني ممكن تقولي ان ما هي كلها اخضر، يعني هي جت على الحته دي، او ممكن ان انت تقطعي الحته دي. لا لا خالص، احنا نرمي الورقه بحالها. الخبيزه لازم تكون الورقه خضرا زي ما انتم شايفين كده، وبنقطفها كده. انا هحاول اهي تطلع، بناخد الورده بس زي ما انتم شايفين كده اهو. تمام. دي البدايه بتاعه التقطيف. شد دي كمان يا رميس. دي البدايه بتاعه التقطيف الخبيزه. بصوا الورقه خضرا زي ما انتم شايفين كده. تمام. تعالوا بقى بنضيف لها ايه الخبيزه ديت، سواء هنعملها او هنخزنها. بنضيف لها السلق وبنضيف لها الكزبره. طيب انا مثلا عايزه اخزن قد ايه؟ انا مثلا الكيلو خبيزه عليه ربطه سلق وعليه ربطه كزبره. شوف انت بقى تخزني قد ايه، تخزني 10 هتخزني 5، يبقى الكيلو عليها ربطه سلق وربطه كزبره. السلق طبعا كلنا عارفينه، ان احنا بنشيله كده من غير الجدر اللي في النص ده، اللي هو العرق اللي في النص دوت، بلاش منه خالص. هاتي هنا كده، بشيلها كده لان انا مش عايزه فيها عروق. السلق مش عايزه فيها ايه، يكون فيها عروق. معلش عشان انا اللي بصور. يا رب يكون اوضحت الفكره ليكم. بعد كده دي كانت اول مرحله، اللي هو الخبيزه ازاي بنقطفها وازاي بنختار الورقه الحلوه منها. بنضيف لها السلق وبنضيف لها الكزبره. طيب هنضيف لها السلق واحنا بنسلقها، لكن الكزبره هتضاف بعد كده بعد السليق. لما نيجي للمرحله اللي بعديها هنضيف لها الكزبره، وهنضيف لها التكايه التانية اللي احنا بنقول عليها، اللي هي هتخلي معاكي الخبيزه زي الفل وهتعيش معاكي من السنه للسنه. اول حاجه مرحله الغسيل، هغسلها بقى. هفضل اغسلها كده في الميه لحد ما الاقي الميه بتاعتها نظيفه خالص، وبعدين اصفيها في مصفى وارجع. هنحط عليها ميه كمان ونحطها زي ما هي كده في الميه. هنسلقها يا دوبك تاخد بس غلوتين، ونوريها لكم بعد السليق عشان نعمل المرحله الثانيه. حبيت بس في مرحله الغسيل اوريها لكم. بصوا الميه بتاعتها دي اول دور اغسله. بصوا الميه بتاعتها طينه خالص ازاي. بفضل اغسلها كده تمام زي ما انتم شايفين كده اهو. وعندي حاطه جنبي مصفى اهو كده كده، واعمل بايدي كده بحيث ان هي لو فيها طينه ناشفه تدوب في الميه خالص. ودي مش هنغسلها مره واحده، ده احنا هنفضل نغسل فيها لحد ما نلاقي الميه بتاعتنا رايقه خالص. يعني هنصفيها كده وهنرجع في المصفى كده اهو، وهنرجع نرمي الميه، وبعد كده نحط ميه نظيفه ونعمل نفس الخطوه ديت نكررها لحد ما نلاقي الميه بتاعتها بقت نظيفه خالص، كانها يعني نازله من الحنفيه، ما اتاثرتش ولا اي حاجه. طبعا كلنا عارفين المعلومه ديت، لازم تكون الحاجه نظيفه علشان خاطر يعني ربنا يبعد عنا الوباء والبلاء، اللهم امين. تمام. هعمل مره تانية وتالتة. بصوا الميه بتاعتها طالعه عامله ازاي. انا بقى ايه، هفضل اكرر الخطوه ديت لحد ما الاقي الميه بتاعتها رايقه خالص ومش بالطريقه دي.
بصوا خلاص، انا اهوت غسلتها كذا مره، وبعد كده خلاص حطيتها في الميه. شايفين الميه بتاعتها بقت نظيفه ازاي اهي. طالما وصلت للمرحله ديت يبقى خلاص ان احنا هنحطها على النار. دلوقتي هنحطها على النار، هتاخد بس قلبتين يعني، مش هن يعني ما تسيبهاش ابدا تغلي في الميه كتير، هو بس غلوتين وبعدين هنطلعها في المصفى نصفيها. وهنقطع بقى الكزبره، وهنيجي للمرحله اللي بعد كده ان شاء الله اوريها لكم. في حاجه كمان عايزه اقولك عليها. انا دلوقتي اهو حطيتها على البوتاجاز تمام. بصي في حاجه، بصي الميه بتاعتها نضيفه ازاي. في حاجه كمان عايزه اقولك عليها، ما تغطيهاش بالغطا، سيبيها زي ما هي كده علشان خاطر مش هينفع ان انت تغطيها. انا عايزاكي تسيبيها زي ما هي كده خلاص كده. في بصي انا كنت سلقه هنا اهوت تمام. بصي سلقه كميه اهو زي ما انتم شايفين. فانا قلت ايه، كان فاضل الحبه دول حوالي كيلو، فانا قلت اعمله معاكم عشان برضو اللي ما عندهاش فكره عن تخزين الخبيزه نعملها مع بعض. السوا بتاع الورقه هنطلعه. هي هتاخد غلوتين، هتبصي تلاقيها بقت مهريه معاكي كده. بصي هتبصي تلاقيها بقت ايه، مهريه معاكي كده اهي. شايفين اهي. مجرد ان انت بس تعملي ضفرك كده تبصي تلاقيها استوت على طول زي ما انت شايفه كده. ما تهريهاش اكتر من كده. مش معنى ان انت تحطي ايدك تبصي تلاقيها اتقطعت خالص، لا، انا عايزاها زي ما انت شايفه كده علشان خاطر يكون فيها طعم الخبيزه، وهنشوفها مع بعض ان شاء الله. بصوا بقى يا بنات، بعد ما هو سلقنا الخبيزه زي ما انتم شايفين كده، شايفين اهو بتعملي بس ضفرك كده بس يغرس، لكن مش عايزاها مهريه. هنعمل ايه بقى دلوقتي، وايه الاضافه اللي احنا هنحطها زي ما احنا قلنا. بسم الله الرحمن الرحيم. هنجيب عندنا هو الخلاط تمام. احنا هنحط على قد الاكله خلاص. يعني انا مثلا عندي هنا 4 افراد تمام. طبعا البنات صغيره سنتين، فممكن اكون ما بحسبهاش قوي يعني، فبقول احنا عندنا هنا انا عندي هنا 4 افراد تمام. ده كويس جدا على 4 افراد. طيب انت بقى بتعايري كده يعني بنظرك. يعني مثلا الكميه ديت انا هحط عليها 3 طماطمات اهمت شايفين. هحط عليها نص قرن فلفل خلاص كده. طبعا انا سلقه معاه، السلق مسلوق معاه. هحط معاه شويه من الكزبره خلاص. طبعا احنا قلنا الكزبره مش هتتسلي معاه، الكزبره هتتضرب. هاجي هنا هجيب بس حبه ميه. طبعا انت لو عندك شوربه يستحسن ان انت تضيفي يعني ايه معلقه شوربه او ربع كوبايه شوربه كده عشان خاطر تسهل معاكي الضرب في الخلاط. لكن انا ما عنديش شوربه، هحط ايه، بصوا بسم الله الرحمن الرحيم، ربع كوبايه ميه بس كده تسهل معايا. عايزه اقول معلومه، ما تحطيش ازيد من ربع كوبايه شوربه او ربع كوبايه ميه، وتكون الكوبايه صغيره زي ما انت شايفه كده اهي، علشان خاطر ما تبقاش منك عامله زي الميه. دي اول حاجه. تاني حاجه، لو انت جيتي ضربتيها في الخلاط وحطيتي ربع كوبايه الشوربه او ربع كوبايه الميه، وجد مثلا اللي تحت اتضربوا واللي فوق لسه ما اتضربش، بالمعلقه وبتقلبيها او بتقلبيها في طبق او في اي حاجه، وبعد كده بترجعي تحطيها تاني في الخلاط. لكن ما تزوديش تاني ميه ولا تزودي شوربه ولا اي حاجه خالص. نفس الكميه اللي انا بقولك عليها ديت انت بتعايري بالنظر كده. هنضرب دول بقى في الخلاط واوريكم ازاي احنا بننعمها. حاولي ان انت ما تطلعيش فيها يعني حتت سليمه، حاولي ان انت تنعميها خالص. هنروح بقى نضرب دول في الخلاط. بصوا يا بنات، انا طبعا عشان خاطر انا اللي بصور التصوير صعب جدا جدا يعني بالايد. فايه، انا بعد ما ضربتها في الخلاط زي ما انتم شايفين كده حطيتها في الكيس اللي انا هخزنها فيه زي ما انتم شايفين كده شايفين تمام. بكده الخبيزه خلاص هتتحط في الفريزر. لما تيجي تعمليها في اي وقت بتسخني الشوربه بتاعتك. لو ما عندكيش شوربه بمرقه الدجاج او بمرقه الخضار، وتحطي في الشوربه بصلايه وطماطمايه، وبتنزليها بعد ما بتغلي وحبه رز، يعني حبه رز صغيرين جدا او فريك. بتنزليهم في الشوربه. بعد ما بيستووا بتنزلي كيس الخبز دوت، وبتحضري له التقليه زي الملوخيه بالظبط، بيبقى في منتهى الجمال كانك لسه جايباها. احنا هنكمل بقيه الكميه دلوقتي، وهنعمل مع بعض برضو طبق عشان نشوف اللون. سبب الطماطم اللي احنا حطيناها ديت بتطلع يعني مديه للحمار كده، بتبقى شكلها جميل قوي قوي قوي، والطعم احلى واحلى كمان. هنخلص بقى بقيه الكميه ونعمل مع بعض طبق ونشوف الخبيزه بتتعمل ازاي. تعالوا بينا بقى نعمل ايه طبق من الخبيزه. دلوقتي انا حطيت الحله فيها حبه ميه تمام على قد كميه الخبيزه اللي انا هعملها. هحط بصوا شويه رز صغيرين خالص زي ما انتم شايفين كده تمام. ما تكتريش الرز عشان هو لما يستوي يعني هينفش كده يعني هيكتر تمام.
هنحط هنا طماطمية صغيرة، بصلاية صغيرة، مرقة دجاج، ونسيبها بقى تغلي مع بعضها كده، ولحد ما الرز يستوي. اول ما الرز يستوي هنضيف الخبيزة على طول. بصوا خلاص الشوربة غليت اهوت. طبعا انا بعت فيديو كده عشان الدخان زي ما انتم شايفين. طبعا انا ضربت، بسم الله الرحمن الرحيم، ضربت كمية من السبانخ في الخلاط. خلاص لو انت هتخزنيها قلنا هتضربيها في الخلاط وتحطيها في الفريزر عادي. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا، بسم الله. طبعا لو انت عندك شوربه مش هتضطري ان انت تعملي المرقه ديت بتاعت الدجاج، لكن والله برضو بتدي طعم جميل جدا جدا. حبيت اشارك معاكم الطبق دوت. شايفين؟ طبعا بيتعمل لها تقليه زي الملوخيه بالظبط. خلاص طبعا انت لو عايزاها خفيفه عن كده بتزودي لها شوربه. لو انت عايزاها في السمك ده بتبقى كويسه جدا، على فكره بتبقى كويسه جدا في السمك ده، بتعرفي ان انت تاكلي منها. هنعمل لها بقى التقليه بتاعتها اللي هو الثوم، اللي هي زي الملوخيه العاديه جدا، اللي هي الثوم، معلقه سمنه والثوم والكزبره الناشفه. بس هنسيبها تغلي. تمام. هنسيبها تغلي شويه، مش هنحط التقليه غير وهي بتغلي على النار، يعني احنا هنسيب النار شغاله عليها كده. بصوا بقى يا بنات، هنحط التقليه اهو، شايفين هي بتغلي اهو من على الجنب. بسم الله الرحمن الرحيم. خلاص كده، وهنسيبها اقل من دقيقه. بسم الله الرحمن الرحيم. عايزه اقول لكم الريحه قلب الدنيا خالص، لو كنتوا معايا بجد كنتوا يعني مش قادره اقول لكم حلاوتها بجد عامله ازاي. جربوها بالطريقه دي، ولادك هيحبوها وجوزك كمان هيحبها جدا جدا. عارفه ان في معظم الناس ما كانوش بياكلوها، لكن جميله قوي قوي. جربوها بالطريقه دي هتعجبكم ان شاء الله. اقل من دقيقه كده وهنطفي عليها ونشوفها مع بعض. وادي طبق الخبيزه، والف هنا وشفا للي يعمله. ويا رب يكون الفيديو عجبكم النهارده، ويكون الفيديو خفيف عليكم. اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله، واشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.